مش ممكن ننضف الكرشة بالطريقة اللي بيعملوها الجزارين، وإلا نبقى بنضر عيالنا. مش ممكن يا جماعة. كرشة تنظيفها بأسهل سهولة وبأنظف طريقة، وإحنا بنسيب الطريقة الصح، الطريقة الصحية، وبنروح نعملها بطريقة الجزارين. بيحطوا عليها مواد كيماوية بتدخل في معدة ولادنا ومعدتنا. ليه يا جماعة؟ ليه الكسل؟ تعالوا نشوفوا بأسهل حاجة وبأسهل طريقة. شوفوا بتجري تحت السكينة في ايدي اهي، وبايدي كمان هعمل لكم، هشيلها كده بايدي هتشوفوا. مش معقول يعني بالطريقة دي. اهي شوفوا تنظيفها سهل جدا. تعالوا اقول لكم هما بيحطوا لكم ايه في المية، وايه اللي بيتعب معدة ولادنا، وازاي نحرص على ولادنا من المصيبة اللي احنا بنعملها. ادي الكرشة اتنضفت والمية مغلية اهيت، ومفيش اي حاجة، ونضيفة وحلوة. تعالوا بقى اما اقول لكم على المواد الجزارين بيحطوها، وما تصدقوش اي كلام في النت ان اي حاجة تانية غير المواد دي بتشيل. يعني بتقول لك بيكربوناتو، بيكنج باودر، بخل، بنشادر، بشبه، ما بتشيلش خالص. بالعكس هما بيضحكوا عليك. هما بيحطوا مادة واحدة في قلب المية او مادتين علشان تنضف بالطريقة اللي انتوا بتشوفوها دي. انما انت لازم تجيبي كرشتك تكون صابحة، الدبيحة تكون صابحة، ما تحطتش في التلاجة علشان تتنضف معاكي بسهولة. السبب انها ما تتنضفش معاكي انها بتتعان في الفريزر يا جماعة. بيبقوا بعض الجزارين بيعينوها في الفريزر ويبيعوها لك بعدها بكام يوم، يطلعوها ويفكوها من الفرزانة ويبيعوها لك. هو ده اللي بيخليها بس تتأخر معاكي في التنظيف شوية. اغلي المية كده راس في راس، وتروحي حاطة فيها الكرشة منزلاها لمدة دقيقة، مش أكتر من دقيقة. أنا معاك وهوت ما خدتش دقيقة، من غير ما تغسليها زي ما بيقولوا ولا تعمل. تروحي جاية فرداها ونازلة عليها بالسكينة، هتلاقيها تتنضف معاكي بسهولة. شوفي هي لسه سخنة بس بتتنضف بسهولة اهي، سهلة جدا. شوف انا مش عارفة بس امسكها. اللي يقولك بتكرمش، لا هي بتكرمش بس بترجع بعدها تفك وتريح وبترخرخ، وبتبقى بنفس الشكل والجمال بتاعها بعد ما بتنضف زي ما انتوا شفتوها كده. يا جماعة جزارين بيحطوا، انا رحت واتفاجئت بموضوع زي ده، بيحطوا بطاص، تحطوا بطاص مع ليمون في قلب المية، وبيغلوا لك المية بالبطاص وبيحطوا ويبردوها، ويقوموا حاطين في قلبها الكرشة لمدة دقيقتين 3. ده حتى لما تلاقيهم بينضفوها بيطلع منها راق، بيطلع منها راق من الجلد بتاعها، ما بيطلعش الحاجات. شوفوا الحاجات السمرة دي بتطلع كلها، يعني من 10 كيلو كرشة أو 8 كيلو كرشة مش هيطلع ربع كيلو، ربع كيلو. انما انت بتبصي بتلاقيهم بيطلعوها كده بقشرها، بيقطعوا لك نص الجلد. الجلدة الكرشة بتبقى راقين 2، بيسيبوا لك راق والبطاص بيطلع الراق التاني. زي ما البطاطس يقع على ايد بني ادم يا جماعه. شفتوا بيعمل فيه ايه؟ وده مش عملوا ازاي؟ بيقولوا عليها طلقت 7 نسوان. حافظوا على اولاد. فرجوا يا جماعه الحكايه كلها ما بتاخدش دقايق، بتكون ثواني. حتى بين كل راق وراق واخداها بقى تحت الميه الساقعه، هي اتحطت في الميه دي فيها في الميه السخنه دقيقه واحده او اقل من الدقيقه. شوفوا لغايه الفاصل لما بردت حاجه. ليه دي تستعملوش اي حاجه كيماويه يا جماعه؟ يا جماعه نأذي ولادنا ليه؟ ولادكم مش ناقصين يتحطوا في معدتهم حاجات كيماويه. يا ريت كل 5 دقايق كنت منضفه الكرشه كلها 7 كيلو. نضفوا في ايدي بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله. ورحت منضفاهم ورحت رايحه كمان